النهارده جايب لكم طريقة بسطرمة مصري ولا أحلى ولا أطعم من كده. كل اللي علينا إن احنا نجيب عرق روست بيف ونتبله كويس قوي ونعمل فيه خرام زي اللي في الصورة كده عشان نطلع كل المية اللي فيه، وبنحطه على شبكة ونحط عليه أي وزن تقيل ونسيبه كده 24 ساعة 48 ساعة فيخرج كل المية اللي فيه، وبعدين ننشفه كويس وبنحط بقى التوابل الموجودة في الوصف تحت، حلبة وبابريكا وتوم وتوابل كتير موجودة كلها. أنا سايب لكم التفاصيل تحت. وأهم حاجة نعمل الخلطة ونعجنها بشوية مية، ونعمل الخلطة نخليها كده عاملة زي العجينة عشان نقدر نغطي بيها العرق كويس، ونغطي العرق كويس جدا من كل الجوانب. وطبعا ما ننساش ان احنا ننشفه كويس من بره بمنديل قبل ما نبدأ نغطيه، ونعمل له خرم كده ونعمل له زي حبل نعلقه بيه، وهنسيبه طبعا متعلق كده حوالي 10-12 يوم. كل ما يتعلق وينشف كل ما هيبقى طعمه احلى، ودوق احلى بسطرمة اسكندراني، احلى وانضف من اي حاجة ممكن تشتريها. اهم حاجة تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم فيها، والهنا والشفا.